ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اكلمكم النهارده في موضوع هيعجبكم قوي ان شاء الله يعني. بالنسبه للشعر وتسليك الشعر. آم، عايزه اقول لكم على تريكه فرقت معايا جدا جدا في تسليك شعري وتسريحه بعد الشاور يعني او بعد غسيله عموما. طبعا يا جماعه انا مش هتكلم على حته غسيل الشعر دلوقتي، مش في الفيديو ده، خلوا الفيديو اللي بعده. وبرده حته لو انت شعرك بيقع كتير قوي قوي. انا مش جايه اعالج شعرك، لا، لو بيقع كتير انت اوتوماتيك هتكوني رحت للدكتور مثلا بتاعك او كده، وظبط لك الفيتامينات، ظبط لك اداكي لوسيون لوشنات الكلام ده كله. فانا بتكلم في حته تانية اللي هي حته التسريح او التسليك. طيب، ايه التركه اللي فرقت معايا؟ انا في الاول يا جماعه هشرح لكم حاجات بسيطه كده، ايه مبدئيا يعني. انا في الاول كنت اغسل شعري، وكنت ايه، احط نقطه السيرم، احس ان في حاجه ناقصه، احس ان هو ناقص ترطيب برضه. احط نقطه مثلا ليف ان، برضه حاسه ان هو ناقص ترطيب او لزق او الكلام ده كله. احط زيت. كنت الاول بستعمل زيوت، طبعا هقول لكم قصتي في الزيوت بعد كده، اللي انا بعد كده عملت عليها كروس يعني زيوت لا بعد كده. ف آم، فحسيت بقى لا، طب ما انا لازم اشوف حل ان انا شعري على طول مش مترطب الترطيب اللي انا عايزاه. طب ايه الحل يا جماعه؟ كنت أنا سمعت التركة دي من زمان، في ناس كتيرة قالوها ودكاترة والكلام ده كله، ولكن ما كنتش مقتنعة، أنا حاسة إيه يعني، إيه اللي هيفرق إيه يعني، طب ما أنا باحط الحاجات دي كلها. التركة دي يعني أنا سمعتها قبل كده ناس قالوها، بس في الآخر لمّا أنا قررت أعملها، عملتها بطريقة حلوة كده وعن اقتناع ويعني. فأنا حاسة برضه إن دي أنا اللي اخترعتها لنفسي، يعني أنا مش عارفة. الطريقة دي اللي هي إيه، هتجيبي أي leave in عندِك أنتِ بتحبيه، وأي serum أنتِ بتحبيه برضه. تاخدي نقطة من الleave in بتاعِك على نقطة من السيرم. طيب الأول أنا كنت باستعمل طبعًا اللي هو strong feel ده، لقيته تقيل جدًا، جدًا، فده كان كرّهني في حياتي، وكان هيكرّهني في كل الleave in وكده، فبعدت عنه خالص لإنه تقيل. أمّا كنت في السعودية كنت باستعمل ماركة أو براند كده حلو أوي، اسمها يوني دوف. دي ماركة تقريبًا سعودية أو حاجة يعني من هناك كده، ما أعرفش، مش دوف بتاعنا لأ. وأنا باستعمل دلوقتي 6 سيرامات قُلت لكم عليهم امبارح في فيديو، حلو جدًا، جدًا، في منهم الخفيف ومنهم التقيل ومنهم الوسط، فأنتِ اختاري اللي يناسبِك، روحي شوفي الفيديو. فباخد حتة من الleave in، آخر leave in أنا اتوصلت له وعاجبني جدًا، اللي هو leave in أفريكان. الحاجات أهي يا جماعة عشان مش عارفة هي باينة لكم والّا لأ، بتاع أفريكان. وباحط نقطة سيرم بقى سيروليز، حسب المود، يعني أنا والله المود هو اللي بيتحكم فيّا، مش إن أنا يعني حاجة معيّنة، حاجة أحلى من حاجة، لأ ما فيش كده، المود هو اللي بيحركني يعني، تمام. مرّة أستعمل سيروليز، مرّة twist and go، مرّة لوريال، مرّة ناتشورال اللي عندي جوّه، مرّة بتاع مجموعة بليزة، نقطة صغيّرة leave in، نقطة صغيّرة سيرم، وأقوم جاية عاملاهم الاتنين في إيدي كده، يعني كإني باسخّنهم أو بادوّبهم الاتنين مع بعض، وأقوم جاية حاطة على أطراف شعري من تحت كده، وبعدين اللي هيتبقى في إيدِك حطيه بقى إيه في المروحة اللي بتبقى قدّام دي، الحتّة الناشفة دي. طبعًا الحتّة دي بتنشف كتير عن أي منطقة تانية عشان الوضوء وكده يعني. وأغلبيتنا بيهملها، فبتسيبيها تنشف مرّة على التانية على التالتة، فخلاص الحتّة الأولانية عند البنات دي، عند أغلب البنات يعني، بتبقى بايظة غالبًا يعني متقصّفة، ما بتطولش أوي بشكل طبيعي زي باقي الشعر. فال فالتركة دي مهمة جدًا، جدًا يا جماعة. يعني أنا من بعد ما استعملت الحكاية دي أو عملت التركة دي، بقى لي سَنة أو سَنة ونُص، أنا شعري والله العظيم بجد زي ما بيقولوا كده في الطالع يعني، ب ب شايفاه بيتقل، شايفاه سقوطه قَل، حاسة إن هو بيطول بمعدل حلو. كده، كده أنتِ شعرِك مش هيطول أكتر من سنتي أو سنتي ونُص ده لو أنتِ يعني واحدة فيتاميناتِك حلوة وبتاكلي كويس ومضبّطة يعني نظامِك الغذائي، سنتي ونُص. اللي يقول لِك 7 مش عارفة المنتج الفلاني هيطول شعرِك 7 سنتي في مش عارفة إيه في الشهر، يعني كداب كدب الإبل، اعملي عليه كروس واقفلي واعملي بلوك خالص يعني. بالنسبة برضه ترِكّة مهمة جدًا، جدًا، وأنتِ بتسرّحي شعرِك بالذات بعد ما بتكوني غاسلاه، الشعر بيكون ضعيف جدًا، جدًا، زي ما بيقولوا كده إيه، الجملة اللي هي المشهورة في أضعف حالاته. فأنتِ سرّحي شعرِك بمشط واسع، واسع يا جماعة. أنتِ بتستعملي مشط ضيّق، خلّي المشط الضيّق ده بعد تاني يوم بقى، بعد ما شعرِك يكون اترطّب ونشف وأنتِ حاسة إن هو إن شاء الله مش هيُقع فاستعمليه، لكن مشط ضيّق وأنتِ غاسلة شعرِك وشعرِك يعتبر يعني ما أنتِ واقفة تحت الدُش مثلًا بقى لِك حبّة، فالجذور بايشة، فهي مُعرّضة أو إن هي مستعدة إن هي تُقع، هي عايزة تُقع خلاص. هتعملي لها أي حاجة بقى، تستعملي مشط ضيّق، هتستعملي فُرشة من الفُرش اللي أي كلام اللي هي مشهورة دي، شعرِك هيُقع كُلّه. فأنتم يا جماعة هي عبارة عن شوية تريكات كده، لو عملتوها شعركم بجد، بجد هيتحسن. يبقى الleave in، نقطة leave in، نقطة serum، مشط واسع،
ولف شعرك دوامه او طاقيه حسب المحافظه بتاعتكم بتقولوا عليها ايه. الطاقيه والدوامه دي اللفه دي بتحافظ على شعرك للمره اللي بعد كده، الغسله اللي بعد كده. لما تيجي تسرحي شعرك بعد الشاور او بعد الغسيل، حتى لو غسلتيه من غير شاور، او مثلا عايزه تصحي الصبح مثلا وعايزه تسرحي شعرك، لازم يا جماعه ترطبوا شعركم. اوعوا تسرحوا شعركم وهو ناشف ابدا ابدا، الحركه دي لا يا جماعه. بلي شعرك ان شاء الله ومش هتلاقي تقصيف بعد كده. واحده واحده طولي بالك، الشعر ده من الحاجات يا جماعه اللي بتغيب جدا جدا في انك تلاحظي عليها نتيجه. يعني ممكن البشره، ممكن يعني انا البشره بالنسبه لي كان ساعات بيحصل لي فيها حاجات اسبوع اسبوعين بحس ان الشعر البشره بتتطور معايا، بتتطور مثلا بتزيد المنتج ماشي معاها حلو، بتتطور للاحسن، او مثلا المنتج مش كويس فبلاحظ على طول. انما الشعر للاسف من 4 ل6 شهور على ما تلاحظي اي حاجه بجد. هو ممكن اللي تلاحظيه وقتيًا هو الترطيب، لإن أنتِ هتحسي يبقى وأنتِ بتسرّحيه تاني يوم، هتحسي في وقتها إن هو اترطّب، هتحسي مثلًا إن هو إيه، التقصيفة قلّت كده. لكن بالنسبة للطول، بالنسبة لإن هو يبقى كثيف والفراغات والكلام ده، لأ، طوّلي بالِك جدًا، جدًا. استخدمي حاجات سُمعتها حلوة، مكونات اقري المكونات بتاعتها، الكلام ده كلّه. شوفي مشكلتِك إيه وتبُصّي وتشوفي علاج المشكلة إيه. اعملي بحث في جوجل، اعمله في ChatGPT هيقول لكم المكونات اللي شعركم عايزها، أو مثلًا الحاجات اللي ناقصاكم، فهتعوّضوها عن طريق الحاجات دي، اللي هي بقى مثلًا لو spray، لو لوسيون، lotion، حاجات من دي. طبعًا يا جماعة الleave in والسيرم ما بيجوش على فروة الراس، اوعوا تجيبوه على فروة الراس أبدًا، أبدًا، هيوقّع شعركم زيادة. طبعًا عايزة أقول لكم لو في واحدة متعوّدة على زيت، يعني معاكِ ربنا بقى، يعني أنا الزيوت دي عدوتي. جرّبت كل أنواع الزيوت، الغالي والرخيص لمّا كنت في السعودية، وأمّا جيت هنا وبراندات، وجِبت الزيوت اللي هي من الزيوت الهند اللي كانت مشهورة أوي دي. والله يا جماعة شعري كان بيُقع بطوله، بطوله، وأنا مقتنعة من كلام الناس والبلوجرات إن لأ، ده الزيوت هتجيب نتيجة، ده الشعر ده بيُقع عشان يطلع شعر مكانه جديد، اللي هي الجملة المعروفة. يا جماعة ابعدوا عن الزيوت، لقيتوا الزيوت بتوقّع شعركم، ما تدّوش فرصة للزيوت. الحاجة الوحيدة اللي باقول لكم ما تدّوهاش فرصة، الزيوت. الزيوت يا جماعة آخرها، أنا جايبة زيت من ماركة كويسة، اللي قُلت لكم عليها برضه في فيديو قبل كده، خفيف جدًا، يعني أخف من السيرم، وباحطه حاجة بسيطة جدًا، جدًا، ومش باتقِّل منه ولا باكتّر، وباعمل له فقط حمام زيت. وعايزة أقول لكم لو جه على شعري كله وعلى الأطراف كويس، لإن هو مُعالج بشكل معيّن، معمول بنسب معيّنة. في نباتات كتيرة، يعني الروزماري والخروع والأرجان والحاجات دي كلّها، فجميل جدًا، جدًا. روحوا شوفوه في الفيديو، مش هاقول لكم عليه دلوقتي. بس يا رب التركة دي تكون دخلت دماغكم، لإنها ما دخلتش دماغي في الأول. وإن شاء الله تجربوها وتيجوا تقولوا لي إيه رأيكم في التركة دي، عجبتكم والّا لأ. ممكن تكونوا عارفينها، يعني ممكن جدًا، وارد جدًا تكونوا سمعتوها زي ما أنا سمعتها. فجربوا يا جماعة، مش هتندموا صدقوني. بس اوعوا تكتروا وتيجي تقولي يا صفا أنتِ قلتِ ومش قلتِ وشعرنا بيقع، لأ ما تكتريش. اوعي تفتكري إن هو كل ما تكتري فهتحلوي، وكل ما هتكتري فالشعر هيمسك نفسه أو هيحلو أكتر، بالعكس خالص. بالمعقول يا جماعة، بالمعقول. ملحوظة كمان، عايزة ترطّبي شعرِك تاني يوم، لو أنتِ شعرِك من النوع اللي بيحب الترطيب. أنا بالنسبة لي مثلًا عملت الحاجات دي النهارده، تاني يوم كنا أرُش مَيّة بس وأنا باسرّحه. ما هو شعرِك لازم يتسرّح يوميًا، مرّة أو مرّتين، أنا باسرّحه مرّة، خلاص؟ أنتِ شعرِك من النوع اللي هو مثلًا أفريقي شوية، اللي هو بيحب الترطيب، اللي هو مش ناعم أوي، عايز ترطيب، حُطّي بس بلاش بقى leave in، حُطّي نقطة سيرم. leave in بقى هتحطّيه تاني، خلاص بعد كده هتوصلي لمرحلة التلزيق، اللي أنا أصلًا عمّالين نحارب فيه. لإن التلزيق يا جماعة بيخلّي المشط يُقف حرفيًا في الشعر، مش هتلاقي المشط بيمشي في شعرِك كده. فأنتِ مش عشان تعالجي حاجة أو لقينا ترِكّة حلوة فنستعملها بطريقة وِحشة، فنرجع نقول ده الترِكّة وِحشة، لأ طبعًا. المهم لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو اعملوا لي لايك، اعملوا لي كومنت حلو، ولو في نقد عندكم قولوه، واشتركوا بليز، بليز اشتركوا. وإن شاء الله أنا لسه قدامي حاجات كتير أوي عايزة أقولها لكم، فطوّلوا بالكم. و وإن شاء الله هاقابلكم في فيديو جديد لسه قريب. يمكن بعد ده هاعمل لكم فيديو، الله أعلم حسب المود. لو مودي حلو هاعمل فيديو، مودي مش حلو مش هاعمل. يالّا باي باي، نقابلكم إن شاء الله الفيديو الجاي.